رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، نحن مع أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم سنتكلم حول خلق من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهو الصدق. سنتكلم أوصاف كثيرة للرسول، ولكن كل درس سنأخذ خلقا من أخلاقه وسنتكلم بالتفصيل وكيف كان يطبقه، أو كيف كان هذا الصفة معروفا به والناس كيف ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. برايد عزيز إيرو تيسام بحث أخلاق پیغمبر عليه الصلاة والسلام. حفتا شوي مگو جيانا پیغمبر أبوية شخصي أم خدية أم دست بأخلاق پیغمبر كن. هر درسكي أم رويجار بحثكي هر درسكي بحث حبكيش أخلاق پیغمبر بكن. لو را دماكم بجن أخلاق پیغمبر جبونك أم خناس بكن، جبون أم پیغمبر خناس بكن، لوي غوري أم جي خراس بكن. أبيا أخلاق پیغمبر چمال جمعتنا، أبيا أخلاق ويا چمام گهداريا وناكن بوي نيت هاني. أمي هر جاري يعني هر درسكي خدا عمر دا أمي أخلاقكي أخلاق پیغمبر بيجن عليه الصلاة والسلام، ود براتيكا ويدا في أخلاق چاوبو ملته بچه چعبي تماشا پیغمبر ذكر الرسول خدا في أخلاق يعني چه قصد شعب ملته دا مازن ببو. أمي بحثاوي بكن إيروجي أمي بحثا أخلاقي وي أبي بعربي بيجن صدق، بكردي أم بيجن راستي. راست يعني درست، يعني كو حيلة ودرو بيراتنن. أبي معنى صدقية، صدق معنى راستية. أمي بحثا أف صفات پیغمبر بكن عليه الصلاة والسلام. طبعا أيها الإخوة، الصدق صفة جميلة جدا، وكثير من الناس وإن كان أكذب الناس تراه يقول أنا رجل صادق. لعظمة صفة الصدق، الكاذب كذلك يحب أن يتصف بأنه صادق. الكاذب يهرب من الكذب ولكن يقول أنا صادق، لأن هذا شيء جميل جدا. ترى كثير من الناس مثلا الشجاعة صفة جميلة، ولكن أشخاص يقول يا أخي أنا لست شجعان، أنا رجل أخاف يعني يحترف، أو أنا رجل لست كريما كثيرا، يعني عندي شوي إمساك في اليد. ولكن الصدق ولا أحد يقول أنا رجل كاذب، لا، أنا صادق، أنا صادق. صفة جميلة حتى الذي يفقده يحب أن يتصف به. علينا أن نعلم هذا، وهذا صفة كان يتصف بها الرسول، سنتكلم حوله إن شاء الله. راستي صفاتي كان بجن صدق أفراستي يعني بعربيت بجن صفات بكرمانجي وقتي وتن صفات تام تشيا نظام كردية مالبردا ضعيفة إنكي يعني تشتكي از أواكينه ما صفاتي يعني وقبل يبدأ ناس كرنه. سي أفراستي هاني تصا تشتكي بقدر وقيمته أن إنسان كدروات ك يعني تبيجي مثلا الدنيا إذا ملتكم بيد والله فلان كاس فابريقات درواية مثال لو أقصى دروات ك تجرى بيجي دبي از إنسان كي راستي أقصى تشتكي خوشه أوان إنسان كوز نقطة كي راستي الجماعتنا تسعد بأز راستم. مثلا كإنسان هناك تشتهنا يعني تشتي خوشن، ولكن أبي حيرة والله في ميراني الجمنا مثلا تديد بميراني شجاعة ميراني هنك إنسان أبي حيرة والله أزد ترسم أو قصا أسترسونك ما أسترسي قبولتكم يعني حيرة والله أو قصا دس فكرين نم فقط راستي. وقد أم قد جنادي إنك شخص كده بيجي حيرة أز درواتكم أز إنسان أكيد دروشي ما تشتكي أواكنوتنا أو قصا تشتكي مهمة جبروي هواي ما دس بفياكر وباش بزانبن اف صفته هاني ان ابي زيدت نوى انسان داجي الجم حضرت محمد هبو عليه الصلاة والسلام، او قصا انسان كي راستو درست بو بفيش اجتهاد ناس كرن. طبعا الصدق لأهميته كذلك الله عز وجل يأمر عباده بأن يكونوا مع الصادقين. يعني لا نرى آية يقول كونوا مع الذين يصومون أو مع الذين هكذا، ولكن وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هكذا الله عز وجل يأمر عباده بأن يأخذوا صفهم بإنجاب الذين اتصفوا بأنهم صادقون. فلأهميته
الله يأمر أهل الإيمان بأن يكونوا مع الصادقين، مع الذي هو صادق في كلامه وفي تصرفاته. لأهمية الصدق ذكرنا هذا. راستي بريات تشتكي مهمة قرآن ده آياتك بيروز هي خدي عز وجل بجاء أي إنسانك وإيمان آنية خداي خو بترسن والكي لك إنسان راس بسكنن بني أقصى تشتكي مهمة نابل كي لك يأكل ميشتكم بسكنن نابل كي لك وان كسي يكون حاجة وانا تفتشتي فرض واجبا فقط قوتي دقال إنسان صادق بسكنه صادق أبيك دروا ناكن أبيك حيلة ناكن أبيك شيطاني ناكن خدي أمر تكد بالكي لك وان بسكنن أبياجي تشتكي مهمة برد عقل مدابة كراستي أو قصة تشتكي مهمة خدي بجل كي لك راستا بسكن أو قد تشتكي قدر قيمة حياة إنسان ده ودمك إنسان دروا يشتكي قدر قيمته ويتقدم. طبعا الرسول الآن نعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرنا وتذكرنا أهمية الصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم صادق الأمين، كان يعرف في قومه الصادق الأمين قبل النبوة وهو صغير. قلما تجد أو ربما لا تجد رجلا قومه يقول يا أخي وحين كنت صغيرا إلى الآن أنت رجل صادق لم نرى منك كذبا. فقط الرسول صلى الله عليه وسلم قومه قالوا أنت رجل صادق، وكان يعرف في قومه بأنه الصادق. هذا شيء جميل جدا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. پیغمبر ما ایجا مار بحثا پیغمبر بکن. پیغمبر ما جی دنابا ملت خدا قومی تدی بکن ما جی قوم معنا گله يعني گل عشیرات خدا دهات گوتن اوی راست جرات گوتن دنابا پیغمبر هبون صادق و امین. صادق اوی کراسته امین اوی پشت راستی پی تدکاری مال تسلیمی بکی خیانتی و حیلت ناکه پیغمبر و ساکینو بون. يعني انسان تکاره بیجه دو دنیای دا بلکی چه شخصه کی وكا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دنابا قومي ويدا دنابا ملتي ويدا كوج بتشوكي اخو حتى مزناتي اخو ملتي وي قطروكي دراوكي سر نديت به قط نديت يا قط تشتكي مازنه يعني جراوي كلمه هانيت بجن يعني تو انسان كي راستي 40 سال نابا وندما روكي دراوكي سر نديتن شقا تشتكي خوشه تشتكي او قصب قدر قيمته. طبعا هناك حادثة معروفة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما الله عز وجل يأمره بأن يبلغ الرسالة لقومه ويدعوهم فيقول معنى الكلمة لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا الصدق أو إلا صدقا. هكذا صاحب ثقة مطلقة بين قومه يسأل يقول لو أقول لكم أمرا وفي الغالب ربما أمر غير معقول يعني هناك جيوش يحب أن يهاجم عليكم ولا يوجد بيننا حرب هل أنتم ستصدقون كلام يقول نعم بدون ما نسأل نذهب نتأكد صحيح أم لا لأننا لم نرى ولا يوما بأنك تكذب فأنت دائما كنت بيننا الصادق. خلاص رصيده من ناحية الصدق كان رصيدا عظيما جدا. فبمجرد أن يقول كلام ولو عقل الناس الطبيعي لا يقبل ولكن يقول ما دمت أنت القال نحن نصدقك يا لها من صفة جميلة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. تشتكي بالكيش قالوا جماعتي پیغمبر نما قوم خدا وقتی که خدای ویشان پشت 3 ساله خدای امر کرد و ملت خطوب که جوان بیجه اس پیغمبر خدای ما ایجا آشکار بکه پیغمبر ذاته کی پر حکمت بو. قالوا جماعتي تشتكي جبير بانكن جارنا تدي ام بزماني انا بيجي رفراندوم معناوي يعني تجبيرات بيجي تشي تقبول كي انت قبول ناكي پیغمبر بريا كجوانا بيجي اس پیغمبر خدای ما گوجه است ما شکم وانا جمرات بيجن چه در حق مدا دفكرن بيجن چه يعني شخص كيش در بهات جمرات بي قالوا انسان از تشتكي جوارا بيجمون يقين كن ناكم اگر کوی انسان دنابا مدا بدرو ناسكري با يا جارنا راس لنا درو ام بجن والله يا متماشك ام نزانم ليكو قد دروا ناكر با ما قد روكي جهداري ناكر با بيا دروا كريا ام بجن والله تزاني كنت بيجا محقق ما يقين بك تقروكي دروا ناكريا پیغمبر جي بريا كو بيجا اس پیغمبر خدای ما قالوا انسانك از بيجم تدي ابيك چونه حج عمره مكه تفچيانه چيا دورا تفچيانه
پیغمبر بجه که از بیجم لپشتا وی چیای هانه هو هنه کی خوازم سرمدا ایریش بکن عسکر لو اردی که عسکریه و نجمن یقین بکن پیغمبر حولی جوانا بیاد بیجه از فهم بکن وانا جمن یقین دکن آن ناکن بلکه جمنا قولت دروات که گو دروات که تشکی غریب نابیجم دادن پیغمبر جوانا بیجه صلی الله علیه و سلم جوانا بیجه چه دبی والله امشتا یقین دکن دبي أمشتا يقين كما قد روكي النادي تدروا كريا يا أخي لحظة واحدة دبي ما قد روكي النادي تاكو تدروا كريا في كلمات بيش ما روكي نادي تدروا كريا يعني از إنسان كي راس دبي أري والله ما قد روكي نادي تدروا كريا دبي ما دام كو قد روكي نادي تي أجوارا تشتكي بيجم خادم بيغمبر سراشان جوارا شاندية يعني أولا جوان سؤال كر قوانا در حق مداد بيجن چه بلكي قلتنا والله يشبه ما سرتهيت إنسان أكي ها تدريب ديفيجن 50-50 يعني والله دروات كي جارنا له أما قالك جارا درواج كريه أقل تشتكي وابو قلتها شكون بيغمبر خبردان كي نذكر طبعا بيغمبر بخو أمينة كوزاتا كي جوايا درواناك دزياناك حيلاناك جبرو يعطي في كلمة يقول والله أمشتا يقين كما قد روكي نادي تتدروا كريه يعني أولا بيغمبر وانقرت وام دسته وانگر داوی وقتی بجوانا گوست پیغمبرم گوت دروات کی او چوی دی قیمتا و نما و جار عول جمرا گوام شتا یقین دکن مادام و یقین دکن و اجما بیا یقیناکن واحد انا دروام ندیتیه گلون انا اجمن یقین بکن ور حاصل اذا بخبردان اخو کت نوا دروا خو داوی گوت نات دروات کی ابي باقل قلنا والله مجار کی جرا گوام شتا یقین دکن اجا كان بيجم يقيناكن ام خظلميتكن ام درواتكن كذلك امر اخر بعض المشركين الإنسان حينما يكون صادقا أمينا وفيا صاحب أخلاق ثابت ومستمر فيه غيره سيدافع عنه وإن كان عدوه يدافع عنه يقول لم نرى منه هذا فالنبي حينما قال بأني رسول الله إليكم كان هناك واحد اسمه النضر بن الحارث من الكبار المشركين من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فحينما اجتمع قريش قالوا هو يكذب كذب هذا الرجل يكذب وهكذا فهو جمعهم وتكلم معهم وقال لهم أمرا يقول قد كان محمد فيكم غلاما أيها الإخوة كم أغضب حينما الإمام يتكلم وأنتم تتناقشون فيما بينكم هذا هو حالنا لماذا لا نتقدم ورفو بلير إيكا جو بيرشونر إمام سناكر سون باباغان او فيس كال فورتالا تلفراندرة كان در 25 minuter در كان 20 ترنجر إيكا او ödela galt och kanske han gjort en fel men felen som han gjort är icke zina jag vet det är icke qatl det är icke khamr småting bara lucka ögonen så istället öppna ögonen så när vi ska snacka hela tiden var så snill jag är väldigt tålmodig men nu färdig tålmodigheten icke bli så هذا الرجل يقول في حق النبي شيئا قد كان فيكم غلاما يعني كان ولد صغير بينكم حدثا أرضاكم وأصدقكم حديثا وهو صغير لغاية ما كبر رجل صادق رجل أمين محترم حتى إذا رأيتم في صدغيه هذا هو يعني معناه جنب الرأس يعني الشيب أي معناه أصبح كبيرا وفي العادة بين الناس الرجل الذي عنده أبيض شوية في رأسه يستحي من حاله يستحي شوية أنا يقول الآن أنا كبير يعني عيب علي يقول بعد هذا أصبح كبيرا وجاءكم بما جاءكم قلتم صاحب كاذب لا والله أنا ما أقبل هذا غير معقول الرجل وهو صغير محترم لا يكذب والآن أصبح كبيرا ولو لم يكن لديه ولا شيء من الأخلاق ولكن بعدما يكون كبيرا صاحب اللحية أبيض رأس شعر أبيض يستحي من بياض رأسه ولو لم يكن عنده رصيد في الخلق فكيف بهذا الرجل الذي كان شابا صغيرا كبيرا وهكذا إلى اليوم لم نرى منه لا أنا لا أقبل هذا انظروا إلى هذا الثقل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه كم كانوا يصدقونه بأنه رجل عظيم تشتكي دين قالوا جماعته
دمك معرف راست به معرف مير به تيقين بكي نياري تجد بجا حيرات تذيب كردية ما كلمة كذبه كين باشخية و دين باشخية يعني اجتعاج سم فقط والله از نكارم دروالته بكم يعني اف جداية مرجانك او قمير به قال لك انسان هنا يك تدبي فلان كسا واكينو كريا تدبيجي والله افي تشتي الناس يا قبولناكم افتش لايق يان الناس ناستكم لونا انسان كي واكينوه پیغمبر جی وقتی کجوانا گوست پیغمبر خادمه توبونگو دروات که سحر بازم ورام چد که هزار تشتی آنین یک جوان کافر مازنه کش پیغمبر عاجزه تیرا کش عاجزه یعنی دگو حتی مالا خودش پیغمبر عاجزه او کش پیغمبر حسناکه وان کوم کر گو جاورن ورا گویا اف محمد کونت بیجین زاروک بو حتی که مازن بو قد روکی دروه کی نکر روكي حيلكي ناكر متوا بي اميم ومتوا قلت انسان كي راستي فشتك عمري ما ظنبو قلتنا كي بعربيت بجا ام بجن وقتا كدي جينيك زاني برا كورمانجي ما بجن جينيك افرا عدد دمكي بور انسان سبي بادفر دا سبيد بهر حال ده اوان دري اواكينو دبي حتى كو فرشا سري وي سبي بو يعني عمري معنا ما ظنبو تدي بتشلو بينجي دي معرف بور مروا سبيد به معرف ينكيش خو فديد كه معرف دروانا كه دبی زاروکتی خود دروانه که حتی پوری سری ویسپی بو هجا دروات که دبی اویاس قبول ناکم اویا ناکه بسری یعنی نورمال انسان کی چخا پیس به وقتی عمری مازن بج تشخو فدید کلو ام کر عادت ما کرده ام بج عشق جر پوری خیسپی فدید کلو فدید که یعنی اویا جمان اوسا دبی اویا بچوکی خود دروانه کر پوری سپی بو هجا دروات که یعنی دبی از یقین ناکم حساب کن انسان که او قصا نیاری وی خود بجای از قبول نکن که بیارا بجن تو دروات کی او قصا که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام صفات عن الجميع قدر و قیمت بو ملتی احترام و يدقرت ابيات تشتكي خوشه كذلك الرسول مع صدقه هذا في نفسه هناك ناس صادقون ولكن يقول لغيرهم اكذب انت خلاص خليك كاذب ولكن انا صادق ولكن الرسول عكس هذا صادق في نفسي ويأمر غيره بأن يكونوا صادقين خلاص أنا لا أقبل الكذب في مجتمعي لا أقبل لذلك يقول عليكم بالصدق دائما عليكم بالصدق هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا كم له من شيء جميل أن يقال للإنسان هذا صديق عند الله شرف عظيم جدا هكذا الرسول يحث الصحابة ويقول كونوا دائما صادقين تابع الصدق حتى تكتب عند الله من الصادقين أشخاص كثيرون نرى أحيانا الأب والأم يقول لأولاده يا أخي أنا أكذب ولكن أنا سأكون صادق ولكن أنت أكذب يعني كذب كان لنا أستاذ في الأزهر لا أدري هل هو حي أم ميت مرة قال لنا قال أحد الأساتذة يقول قال بأني قد علمت ابني الكذب يقول أتانا رجل يدق الباب وأنا الإمام يقول صديقي الذي هو كذلك إمام يقول أنا لا أحب أن أتكلم معه يقول قلت لابني اذهب وقل والدي ليس في البيت فذهب يقول والدي يقول قل بأني لست في البيت والدي يقول قل لست في البيت فيقول خلاص متت يعني كم شيء عجيب ولكن الرسول صادق ويقول لغير أصدق دائما ليس معناه أنا أتكلم صدق وأنت أكذب لا أمر عظيم أن تكون صادقا وتأمر غيرك بأن يتصفوا بالصدق وتقول لهم إذا استمرت على الصدق ستكتب عند الله من الصديقين نرجو الله أن يكتبنا من الصديقين عنده إن شاء الله پیغمبر راستیاوی برای مثالکی بیجم جارنا انسان تشتكي باش تكه لجلاي خراد بيا وتعرض تشكي ديبكا از راس خبرتم تدروا بك يعني جبور ملت نبج عيبه لتظاهروك كي تكاري دربكي بكي پیغمبر چه قصه کو راست بوش صحابي خراد گو امان ها کس کی دروانه راست بن هر دم هر کس صاناکه يعني جارنا ام فورماليته بجنا ملت بن حيراز افندي مليون وتكارم بكن من عيبه جمره تعرض زيكي بك دربكي بك وكنا بك لجمره عيبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی های وش راستیه بر راست بن راست گو بن راست کرم بن دبی انسان حتی که راستی دوام بکه دوام تکه حتی کل جمع خدای جراته گوتن انسان کی راست جمع خدایش ته گوتن
شقات تشتكي مازنه كو الجم خداش مرواره بيقوت الراست صفات كي بر مازنه اي افياي چوا چيل به گره مر هرگاو راست خبر ده روكي درو روكي شاش روكي راستي روكي درو مرة ناي قوت الراس الجم خدا اجا مقاودي عربي گوش برا كردي بيجم المصريت خوان دكتوره كي سيدا كي ما السربي مثلا هاني وحبكي دكتور هوالي من قلت من لا يخوي هنا دروا كرو از رازيل جيبو از رازيل جيبوم يعني دبي يكي هال دري ما خص دبي از ناس كم كيالي اسقط ناخذن بيرا خبردم جي عارسم كابر مساله شيء ودبي ازانم كاس بيرا خبردم شو قالت تشتي قلت بجي از بكم ايش ناخذم مش لا يخرج وهرا دريفه كي بجي بابي من المال بابي من المال دبي لا شو دريفه كرغو مامو والله بابي بجي از المال بابي بجي از المال والله دبي از رازيل بو ميدي يعني دبي از مرملو بابي مقوتي انا بجي ازن المالم حساب كبني باب ناخذ بجي ازن المالم لا يخرج بالتهر بجي بابي من المال اقوا تاري وها بيجي تشتكي زحمته له مرق رازيل كذا ما غيره رازيل كذا يعني اجا قال لك جاره باب زاروكي خوات جا پیغمبرنا او بخراسته زاروكي خراج دغو سر راستي دوام بكن كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يوجه المسلمين إلى أن يكونوا صادقين في كلامهم حتى يقول اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة لو تعملوا 6 أنا خلاص أضمن بأن الله سيبعثكم إلى الجنة ومن ذلك اصدقوا إذا حدثتم إذا تكلمتم كونوا صادقين كم أمر جميل أنت تضمن لمن يسير خلفك بأنه لو عمل العمل الفلاني بأن الله سيرزقه الجنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أضمن هناك أمور جميلة جدا لو ركز الإنسان وضمن على نفسه بأنه سيقتدي بما يقول له الرسول بأن الله عز وجل سيجعله من أهل الجنة تشتكي دي سا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام صحابي خرا وهاد بيجا دبيون 6 تشتا غارانتي بدن من 6 او خاصن اري و6 تشتان غارانتي بدن من اجد غارانتي ددم خدای وبك جنته از غارانتي ددم يعني نكو از وبك مي خدای بدوا يعني 6 تشت خدای جي حست که هم بكن ای خدای وبك جنته خو یک جوانجي پیغمبر بيجا وقتك و خبر دا راست خبرت یک جوان اوانه او قصاكم هما خبردان راستی کو قدر و قیمته جا رب عالم ما بقرن جوان انسان كرد لا ايمان راست خبردن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان يبلغ الناس يقول انا احب الصدق خلي بالكم انا احب الصدق ياتيه وفد يتكلم معه فيقول احب الحديث الي اصدقه اصدقوني في الكلام اذا تصدقوني في الكلام اصدق معكم تكذبوا علي ما اقبل هذا خليكم هذا يعني يعلن في الناس أنا أحب الصادقين وأحب الكلام الصحيح الكلام الصادق هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خبردان پیغمبر جيك مسألة ملت را آشکارا دگو اش خبردان راست هستكم درو مرا حسناكم آشکارا ملت باتا پیرا خبر دا گروپ دهاتن اویک نبونه مسلمان بر مسلمان بازار بکن تشتا بکن پیغمبر جوانا دگو ان خبردان خوش آراستش مرا يعني درو مرا وهاي وجهه اش درو حسناكم ون بخوازن شعب مدى بقيمت ببن راس خبردن اگر هم بخوازن بقيمت ببن دروا بكن ودروا كرجي قيمتها والجه من نامنة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كثير من الصحابة يقول لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحد الأشخاص تكلم بكذب أمر صغير يقول الرسول يجد في نفسه عنه يعني لا يحبه إلا أن يسمع بأنه قد تاب يفرح مرة أخرى في حقه ولكن حينما يسمع بأن أحدا قد كذب كما نقول يحط نقطة عليه يقول خلنا هذا عمل شيء أنا لا أحبه ولكن حينما يسمع أو يعطوه الخبر بأنه قد تاب عن هذا الكذب فينشرح صدر الرسول مرة أخرى في حقه تشتكي دنا إجدا حق پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام إيرو الجمع جتنا مع الأسف وقتك وخبردان كي باتا قوي پیغمبر بقوتا فلان كس دروا كي كريه دروا بچوك دا إنسان جانا دروات كن دبي بچوك دروا هر دروا دا دبي پیغمبر أو إنسان هان دل پیغمبر جي رشد بو عاجز بو لبر پیغمبر براوك دروا نكريه پیغمبر نكار بقرقاي قرأ لي خبردان تبي والله فلان كس خبردان كان راست بو دبي دل پیغمبر جي عاجز بو حتى كو خبر كي باتا بوتا ولا توبه كريه بي وقت دل پیغمبر سسپید بو پیرا خبر داد بو تمامات توبه کری يعني
ايش درواجي حسنت كر ايك دروات كر جوانجي عاجز بو حتى خبر کی باتا حیلا ولا توبه کروای پوشمان بوای امر شاهدن بی انسان هانی راسته وی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کیف خوشت بود گفت تمام مادام تخراست کرد از کارم ترى خبردم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق دائما في حياته، في الحرب صادق وفي السلم صادق، في المزح صادق وفي الجد صادق، ليلا ونهارا مع عدائه مع أصدقائه مع أولاده مع نسائه مع من يعرف ومع من لا يعرف، في التجارة وفي غير ذلك، وهو صغير صادق وهو كبير صادق، حين المرض صادق وحين الصحة صادق، حينما يغلب عدوه صادق وحينما يغلب كذلك صادق. لن ترى شخصا اجتمع الصدق في حياته من الأول إلى الأخير مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، نعرف هذا. وكان يمزح مزح كذلك صادق. تأتيه امرأة عجوزة ادعو الله أن أدخل الجنة، فيقول الرسول العجاز لا يدخلون الجنة، تبكي، فالرسول يبعث رجلا إليها ويقول خبرها بأنها ستكون شابة وبعد ذلك تدخل. أقصد هكذا، يعني يمزح ولكن مزحه كذلك صدق، ليس هناك كذب في حياته، يمزح مع الناس دائما ولكن مزحه صحيح. أما اليوم نحن أحيانا حتى الصديق يضحك 1000 كذب حتى يضحك، يا أخي كله كذب ما فيش مشكلة حتى نضحك شوية. هناك أمور صحيحة وصادقة ويمكنك أن تقول ولا تدخل في الكذب ولا في الإثم وتضحك غيرك يعني، ولكن تكذب حتى يضحكوا هذا شيء قبيح جدا. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گوداری بکنای زاروک راسته، ظلام راسته، زوجاندی راست خبر داد، حربه دا راست خبر داد، آشیتی دا راست خبر داد، نخوشت که راست خبر داد، باشت به خبر داد، تجارت خدا راسته، ور حاصل بشه و برو بجنا خورا راسته، بجیران خورا راسته، به حوال خورا راسته، خبر دا راست خبر داد. یعنی د دنیای دا انسان کی کوکاوی هر دم سری حتا بنی دتوکی حیات ویدا هر راست بتنه حناکات کر حناک ویج راستنا تدی فشت آپریل هلو یکی آپریل یکی نیسانه بی عدت که نوا انسان دروا کپیست کن دروا فشت آپریل در الناس يكذبوا يعني قد تشتكي غريبه ملتش خوا قوتي حيرا كبو يكي مها نيسان دروج مرا حلاله حساب كن دروا مازنت كن دروا مازنت كن تشكي بيس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حنکه کی بکرجی حنکه راست بو روزه کی جنک اختیارته پیرجن تبی یا رسول خدا دعا کس کم جنته پیغمبر بجا پیر ناکم جنته اختیار ناکم جنته اختیار جنک دگری وای مالم خرابو از برم چم جهنمه دچه دگری پیغمبر صحابه کی سند بی هر جرا بجا ته گنج بی گنج تو اختیاری ناکوی کی از لو منه حنکه کی که حنکه یبخج راسته نگوت ناچی گو اختیار ناچن جنته پیرمیری با اختیاری ته گنج ببی ته خوشک ببی ای خودت ابکا جنته هیچ کیف جنکات دوی الحمدلله یعنی حنک اوجب خراسته ایجا ایمه جانبی عادت نوا انسان ادا دبی جمانی حوالی ممکنم دروکی کرد دروکی آنا کرد دروکی کرد دروکی دی کس کی یقین ناکه چیه کلمه که مشهوره دبی آگر به مالا ای درواکت کس کی یقین نکرد اوی دروجیک دروات کن آگر مالا وانت که کس کی یقین ناکه چما جاره عول دروا کرد ملت یقین کل نرالم دروا کرد جاره دو جاره سیا کس کی مال یقین ناکه مثلا کی دبی شخصا کی گندا گوگل و گندی مالم شوتی گندی هاتن گو محنکا کریه گندی چون جاره دو عینی گو اگر مالم کت هاتن گندی تی ساعتن جاره سیا دبی اگر مالم کت براسیج اگر پیت که گندی دبی ولا صدروات که حتی دوماج مالی بهوات که دوماند که مال تشوت تن دبی موقع گو اگر پیکت دبی تدجاره پریا دروا کر میدیش تا یقین نکرد اگر مالا دروات که و خواهی دروا کس کی جوان یقین ناکه ایجا بیایش برا عقل ما دبه راست بن درست بن امین بن رب العالمین اف صفات هنب كان نسيب ما الصدق فليكن دائما معنا ان لا يخرج من فمنا ولو مزحت الا كلمه صادقه مع الاولاد مع الاصدقاء في الطريق في البيت في العمل صدق 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 حتى اذا تكلمنا يصدقنا صديقنا وان لم نحلف كثير من الائمه والعلماء لا يقسمون خلاص كلامي مرة واحدة أتكلم لأني لم أكذب حتى أصدق أو أؤيد كلامي باليمين. لماذا أحيانا نحتاج إلى اليمين؟ لأن الرجل قد يكذب ولكن الرجل الذي عرف بأنه صادق لماذا يحلف؟ ما فيش داعي خلاص أنت تصدقه
نرجو الله أن يجعلنا منهم دائما صادقين في الكلام وفي القول إن شاء الله. دائما راست بن صون جي ناخذ خبردان ناخذ راست خبر دون جارك خبر ربي العالمين صحة وعافية بدوا إن شاء الله. ما بقر نجوان إنسان راست إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة. ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.